شيء ونحب الرجاء جمهورها راس مالها. مباراة الأهلي والرجاء القادمة، مباراة القمة في الدور الربع نهائي من الشامبيونز ليج. الرجاء أفضل فريق في المرحلة مرحلة دور المجموعات، والأهلي المصري فريق بتاريخه تأهل ثاني صحيح، لكن فريق خطير جدا في الأدوار الإقصائية. لجنة الانضباط في الكاف خالد تؤجل الحكم في قضية أحداث القاهرة مباراة الأهلي والهلال لإتاحة الفرصة من الأهلي لاستقبال الرجاء بحضور الجمهور. هذا مثلا من أبرز العناوين اللي شفناها في الصحافة المغربية، أنه الكاف ميلة نوعا ما لفريق الأهلي المصري حسب الإعلام المغربي، فإنه الكاف توجب أنها تعاقب الأهلي المصري ويلعب حتى من غير جمهور ضد الرجاء في الدور الربع النهائي في الشامبيونز ليج الأفريقية في مباراة الذهاب. هذا حسب تقارير صحفية أيضا سودانية صدرت، الأخبار خذوها من صحفية من تقارير صحفية سودانية صدرت في الفترة الأخيرة، وطبعا هذا يخدم مصلحة الأهلي ضد الرجاء. نسك سؤال، الكاف وين موجود؟ مصر. كاو لعبة ملعوبة. لعبة ملعوبة، نورمالمون ياخذوا قرار انهم تلعب من غير جمهور، خليوا القرار مستوى باش الرجاء يعرفوها قوية، ما خسرت حتى ماتش في ليبول، ربحتهم الكل. جريمة في حق النادي العظيم الرجاء الرياضي، واللعيبه هذيا ديما ملي لعبت انا معناتها في الافريقيا ديما فما لعيب ديما معناتها ديما الكاف تميل ياسر مع الفرق المصريه، وجب معاقبه الاهلي ولو انه تلعب للجمهور ضد الرجاء مع الاهلي، ديما عندها كود بوس. ان شاء الله خويا الرجاء يربحوهم سور تيران، خاطر بالنسبه لي انا الرجاء توا حاضر على الاهلي. نادي الرجاء افضل فريق في دور المجموعات، الاقوى هجوميا ومترشحه ومازال كي ترشحت فينال كاس المغرب، وعملت ماتش كبير ديربي شفناه وقت خرج خادمولي ومدرك كبير حمر. محمد تعليقك على الخبر هذا؟ بوس فما خاطر الماتش هذا صاروا فيه هتافات عنصريه من ضد لاعبي الهلال السوداني، وحتى ذاك علاش شفنا التشنج بتاع الجوارات. كان شفت الفيديو بعد الماتش في الدخله بتاع الفيستيرات، وحتى معناها الشان الرياضي في السودان وجماعه الهلال السوداني يستناو في معناها في القرارات ردعيه بالضبط. دونك سياسه المكيالين. الاهلي المصري قوي برشا في الكواليس، الناس كل تعرف، ونتصور هذاك علاش ما نجموش يعاقبوه ماتش ويكلو كنت الرجاء. الاهلي الرجاء قمة القمم، توافق؟ نظن ما بين قمم. شاهدنا الموسم الماضي في دور. عارف على شيء يضحك وائل الجمعة في الموضوع. على وائل وعلى يوسف. وائل ويوسف، القمة هي وائل ويوسف. شاهدنا مباراة الفريقين الموسم الماضي، خطأ تحكيمي فادح أثر على مجموع المباراتين. إن شاء الله الموسم هذا يكون تحكيم في محله، يكون فيه الفار، يكون فيه يعني نشوفوا أشياء جميلة. صحيح قمة عربية، ديربي عربي، الفريقين في أحسن أحوالهم. نظن عودة الأهلي يعني في المباراتين الأخيرين وتأهلوا يبقى ما بين أكبر الفرق في هذه المنافسة، راح يكون متعة. نظن أن هذا الديربي راح يكون متعة، الكل ينتظر في هذا الديربي، لأن فريقين عندهم تاريخ وفريقين يعني قاعدة جماهيرية جيدة. اللي نتمناه متعة في المدرجات ومتعة فوق أرضية الميدان. قلنا أن الرجاء لم يواجه اختبارات قوية في دور المجموعات. نعم، جاء أقوى اختبار. نعم، أقوى اختبار. والفرق ما بين الموسم الماضي حيث تقابل الفريقين على نفس المستوى في ربع النهائي، لكن الرجاء بالمقابل هذا الموسم لازم يفوز أمام جمهوره. عندك فرصة أنك تلعب مباراة إياب أمام جمهورك، حسن تدبير مباراة الذهاب، ولكن الفوز أمام جمهورك في الدار البيضاء، وهذا ما عجز عنه الرجاء البيضاوي. ان شاء الله باذن الله. توقعاتي الماتش الاهلي والرجاء يوم السبت الجاي ان شاء الله 2-0 للاهلي باذن الله. لا يعني هو ماتش صعب بس هنعمل ان شاء الله، يعني ممكن 3 ممكن 3-1. يكون سولية ان شاء الله باذن الله يحرز هدف،
ويشرفنا ان شاء الله في البطوله. مستواهم عالي قوي الماتشات اللي فاتت ديت، والدنيا ظبطت معاهم، والروتيشن اللي بيعملوا كله رائع. هو ان شاء الله كل واحد فيهم هيعمل اللي عليه، وان شاء الله التوفيق طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى. اعتقد ان ماتش رجاء دي فرصه لينا بعد ما عدينا طبعا سان داونز وعدينا الهلال السوداني، ان احنا فرصه ان احنا نوصل للنهائي ان شاء الله. زي كل سنه ان شاء الله الاهلي هيعدي، وان شاء الله هنغلب في الذهاب هنا ان شاء الله 2-0، وان شاء الله هناك يعني 1-0 حلو قوي ان شاء الله. يعني ان شاء الله هيكسب 2-0، واللي هيجيب الاجوان ان شاء الله قفشه وكهربا. ان شاء الله ركزوا كده وتوفيق ربنا ان شاء الله. ان شاء الله محمد شريف وكهربا ان شاء الله. اتمنى الشناوي يكون واقف على رجليه، يكون زي ما هو زي الطبيعي بتاعه ان هو حارس كبير. اتمنى خط النص يبقى واقف على رجله كويس.